هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان بكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية وأطفال. قامشلو، طريق الحسكة. مساء الخير لكل مستمعينا ومتابعينا، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. حلقة جديدة وضيف جديد وموضوع جديد. رح يكون ضيفنا بالاستوديو الدكتور ياسر أحمد، اختصاصي بأمراض الكلية. نحن وأنتو رح نرحب بالدكتور ونبدأ بموضوعنا. يسعد مساك دكتور ياسر. يسعد مساك سعادة وعسل وورود الربيع. شكرا كثير لكم دكتور. تسلم يا رب. نتمنى لكل مستمعينا السلامة والعافية إن شاء الله. حلقتنا بدت، رح كون أنا معكم من وراء الميكروفون عماد خلف، زملائي بالكنترول دارين ولورين. أيضا موضوعنا هو موضوع مهم كتير، بيخص شريحة معينة من المرضى. هو القصور المزمن. رح نحكي عنه، الدكتور رح يشرح لنا يا ترى شو هو القصور المزمن بالكلية، يعني شو الأسباب، شو الأعراض، كيف بيتم التشخيص، كيف العلاج. هلا الأسئلة هاي كلها رح نطرحها على الدكتور ياسر أحمد، اختصاصي بأمراض الكلية. مستمعينا، اللي حدا عنده سؤال فينه يتصل معنا عبر الرقم الأرضي 429 101، أيضا عبر الواتساب 093 82 80 81 4. عبر البث المباشر يلي برات البلد فيكم تنضموا لنا عبر سؤال عبر البث المباشر بوير عربي. رح نبدأ حلقتنا دكتور. شو بنعني بقصور الكلية كاصطلاح علمي يعني؟ طبعا خلينا نفرق بين القصور الكلوي الحاد والمزمن. يمكن موضوع الحلقة عن المزمن هو نعم. الحاد تدهور في وظيفة الكلية مع قابلية التراجع، ترجع الكلية للوضع الطبيعي. في أسباب طبعا، انذاره جيد يعني. وفي القصور الكلوي المزمن اللي بنتحدث عنه، نحكي اليوم عنه. تدهور تدريجي بوظيفة الكلية لأكثر من 3 أشهر، مو شهر شهرين، أكثر من 3 أشهر، وعدم تراجع الأرقام. طبعا الإصابة تكون ثابتة يعني. نعم. ما في عودة للوراء، ولكن ممكن تثبت الأرقام، تثبت الوظيفة على الحدود هي. ومن وظيفة الطبيب طبعا والمريض منع ترقي التدهور الوظيفي أكثر من ذلك. دكتور، بنحكي عن موضوع الأرقام لحتى المستمع أيضا يستفيد. هي أرقام الكرياتين، هي وظائف الكلية، ما بظن نعم. تمام. هلا تقدير وظيفة الكلية، خلينا نحكي تمام بشكل أدق. بتقدير وظيفة الكلية في عدة طرق. واحدة منهم هي الكرياتين. سابقا يمكن قبل 20-30 ممكن كانوا يعتمدوا اليوريا البولي. بس لا تعتمد. الكرياتينين افضل. في سيستاتين سي، في عندك تصفية الكرياتينين بتاخذ بول 24 ساعة، بتقسم الكرياتين في له معادلات. في شغلات تانية يعني. بس الاسهل بطريقة تقدير وظيفة الكلية تماما هي اعتماد رقم الكرياتين. طبعا رقم الكرياتين ما كتير دقيق على فكرة، ولكن يعتمد عليه كالسهولة يعني. دكتور، لو عندك في شيء اسمه رمضان كلي بيحدد لك وظيفة كل كلية بدقة، وهي ما بنستخدمها إلا في حالات معينة. كله تمام. يعني رمضان مو كل يوم ينعمل، ويمكن بالبلد بسوريا كلها في مركزين مو أكتر. ربما حتى دكتور، القيم المطلقة، أو خلينا يعني لشرح أسهل للمستمع حتى يستفيد، إنه شو هي القيم الطبيعية للكلية، يعني لوظيفة الكرياتينين. نعم. هل إذا اعتمدنا الكرياتينين طبعا بيعتمد على الكتلة العضلية للجسم. نعم. على الطول، الوزن. يعني طفل عمره عنا مثلا 2-3 نعم. الكتلة العضلية عنده تكون قليلة أكيد. بده تكون الكرياتين المعتمد لديه يعني بحدود 0.6 نعم. 0 نفترض 3 ل6. مو معقول طفل عنده عمره 2-3-4 ويجينا بكرياتين 1.5 أقول طبيعي. لا، بالنسبة لهذا الطفل غير طبيعي. غير طبيعي. أما بالنسبة لمريض نفترض كمال أجسام، نعم. أو بالغ كبير وزنه 70، نعم. طوله 160-70، لحدود 1.2-3 ممكن 4 يعني حسب المخابر والأرقام ممكن نعتبره طبيعي. في شغلة مهمة بالنسبة للمرأة الحامل،
ايوه. للمرأة الحامل بأي عمر مفروض الكرياتين يكون تحت 0.8 لل 0.8. 0.8. وجود رقم واحد يدل على أذية كلوية. اها. ليش؟ لأنه بيصير عنهم رشح. هلا الكرياتين بينطرح عن طريق طبعاً. البول، مفروض في رشح عند المرأة الحامل. نعم. صار في رقم برقم الكرياتين ما عم يترشح بشكل جيد، إذا في خلل بوظيفة الكلية خلل عنا. وظيفي. معلومة مهمة كتير بصراحة. دكتور، الأسباب اللي بتؤدي تشكل، او خلينا نقول انه لا توصل الكلية لمرحلة القصور المزمن، شو هي الاسباب؟ هلا في رأس القائمة بيجي عنا الداء السكري. اها. طبعا بنحكي عن القصور الكلوي المزمن. المزمن. إذا في رأس القائمة بيجي عنا الداء السكري. نعم. إذا فينا نعمل استطلاع أو نشوف نعمل إحصائية بمركز لغسيل الكلية، نعم. بدنا نشوف 50% من المرضى هم مرضى الداء السكري. نعم. 30% هن مرضى ارتفاع الضغط الشرياني. ايضا. ولو انه السكري مع الضغط بيترافقوا مع بعض طبعا اغلب الاحيان. باغلب نعم. الاحيان. بيجي عندك التهابات الكبد والكليه بنسبه اخف، يمكن 10%. في عندك الادواء الحصويه، ايضا. حصيات الكليه. بيجي عندك الادواء الكيسيه، ايضا. كليه عديده الكيسات، في كذا كذا كذا. بيجي عندك الامراض المناعيه، بتجي عندك ممكن تترافق مع طبعا الامراض الكبيه. بيجي عندك الامراض الوراثيه ايضا، مثل عندنا داء ألبورت وتناثرات ما في داعي نذكرها هون يعني. هي اهم الاسباب. برأس القائمه بيجي عندنا الداء السكري. طبعا الداء السكري مو انه واحد انصاب بالسكري خلص بعد السنه بده يكون، يعني مثلا مرضى بيجوا منصاب جديد بيصير عنده شوية وجع. هلا متعارف عليه مريض عنده شوية وجع بإجريه، ممكن نفترض لسبب آخر يعني بيعزي العرض إلى السكري يعني. نعم. شوي العرض هلا السكري بيصيب الكلية، لنصل مرحلة الديال والغسيل بده تقريبا 15 سنة، بده عدد كبير من السنوات. تماما. عدد كبير من السنوات. الضغط الغير مضبوط ايضا كمان من الأسباب المهمة اللي ذكرناها. يعني الضغط طبعا المفروض ما يرتفع فوق 13. تماما. فوق 13 يعني عالي هو نعتبره. مرضى السكري مفروض يكون الضغط عند مرضى السكري وبوجود تهريب بروتين بالبول، مرضى السكري بيعرفوا الشغلة هي. نعم. مفروض ينضبط على الرقم 12 ونص، مو أكتر من هيك. تماما. حتى 13 عنه غير مقبول. دكتور، نوعية الغذاء أيضا في له دور ليوصل المريض لقصور مرحلة القصور المزمن مثلا، أو خلينا نقول بشكل أدق الأغذية اللي غير اللي بتخلي تصير في تراكم أو بتأذي الكلية أو الصادات الحيوية اللي بيتناولها المريض من هلا ممكن ذكرتني بشغلة مهمة كتير، موضوع الصادات والأدوية. نعم. كمان من الأسباب اللي ممكن تأثر في وظيفة الكلية تعملنا قصور مزمن. المسكنات، السيتامول بكميات كبيرة. أيوة. حتى السيتامول نعم. بكميات كبيرة، إذا اللي حسبناه بيعتبر آمن يعني تقريبا فينا نقول 10 كيلو، يمكن رقم منيح يعني بيكون بيعملنا أذية كلوية. الصادات ممكن على فترات طويلة كتير يعني ممكن تعملنا. المسكنات خصوصا الانسايدز هدول بآليات مختلفة حقيقة يعني. أكيد. دكتور، لو اضطرقنا على الأعراض، هلا اللي عم يسمعنا، أي المواطن اللي عم يسمعنا أو المستمع اللي عم يسمعنا، إنه موضوع الأعراض اللي عم تظهر على مريض القصور الكلية، واللي نحن عم نحكي القصور المزمن للكلية. مريض ما إنه حاسس بحاله، وصل لقصور كلية حاد وعدى المرحلة الثانية وصل لمرحلة القصور الكلية المزمن، شو هي الأعراض اللي عم تظهر على المريض دكتور؟ هي ذكرتها. مع الأسف يبدو من حظ المريض. هلا مريض القلبية اللي عنده احتشاء، نعم، بيجيك بألم صدري، في شيء بياخدك عند الطبيب. تماما، مؤشر. المريض الصدري نفترض ممكن تشوفه بسعال، بزلة تنفسية، بياخدك عند الطبيب. مريض القولنج الكلوي اللي عنده بحصة وجع، بيروح عند الطبيب. يعني في شيء بيشدك بيخليك دافع أو سبب منبه بياخدك عند الطبيب. هلا مرضى القصور المزمن وليس الحاد، المزمن،
عادة أعراض لها نوعية، ممكن نقص شهية، مهم. وهن، تعب، مهم. قلة همة يعني. تمام. بيراجع إقياءات صباحية، ممكن هلا مرضى يعني ضعف وزن، ممكن حكة يعني وصل لدرجة الحكة يعني. مهم. بيجي مريض ارتفاع ضغط، في ايضا مرضى وارد. شفناهم جاي بمريض ضغط، مريض ضغط اها. مو مسيطر عليه. من احد الوظائف اللي مو عند اي مريض ارتفاع توتر شريان، ضغط شريان، المفروض نعمل له وظيفه الكليه. بالضبط. ممكن اول مره نشوفه بمريض ارتفاع ضغط صداع جاي، اها. او بجاي باختلاجات، ايضا. او بزله تنفسيه، ولكن ليس بنقص الاكسجه، بحماض يوريميائي، حماض. نعم. هي الكليه مسؤوله عن مجموعه من الوظائف ضمن الجسم، تماما. من ضمنهم هي الاضطرابات الشوارد والسوائل والبيكربونات. ما في نعقد نعم. يعني مشان تماما اكيد. المستمعين يعني. الأعراض لا نوعية، فينا مم. نقول أعراض لا نوعية مم. بتكون، تماما. وهي من سوء حظ المريض سوء حظ حقيقة المريض. يعني. نعم. هل المريض الحاد قصور حاد اللي فيه تراجع، مثلا عندك بيجي بإقياءات قوية أول مرة، مريض ما فيه شيء، اها. بيجي بنفترض إقياءات، جاي بانقطاع بول. أما المريض المزمن ما بيكون هيك. انقطاع البول يمكن أول فترة، بالعكس المريض بوال ليلي عنده بيكون اها. بوال ليلي، لأنه من أحد وظائف الكلى هي المسؤولة عن تكثيف البول. مهم. أول وظيفة بتروح بالجسم عند إصابة الكلى هي وظيفة التكثيف، يعني اللي ما بتخلي البول بتكثف وما تخلي تنطرح سوائل. تماما. بنقول إيه مريض هذا وكليته شغال، لا مو هيك الموضوع. تماماً. خصوصا البوال الليلي مفروض ننتبه للناحية هي. أكيد. أه الحاد مثل ما قلنا بإقياءات، انقطاع بول بدك تشوفه، نفترض عنده ضخام بروستات، مهم. بحصة فايتة من الثاني بعمق المثانة، بتحطوا له قسطرة بيمشي الحال. تماما. هي تدبير في شيء مؤقت. منبه للمريض أخذه. نعم. تمام. دكتور، حكينا عن الأعراض، هلا بنوصل لموضوع التشخيص اللي طرقتوا شوي عليه. كيف بتشخصوا انتم كأطباء كلية؟ يا ترى هو بتشخص المريض عندكم بالفحص السرير عندكم بالعيادة؟ شو هي الإجراءات اللي عم تتخذوها من فحوصات، سواء كان فحص بول أو فحص شعاعي؟ لو تحكي لنا عنها. هلا القصة السريرية والسوابق المريض ضرورية كتير. مريض عنده سكري، مريض عنده ضغط، مريض عنده داء حصوي، الأسباب اللي ذكرناهم نعم. مفروض يعني يكون الطبيب مدرك لعواقبها يعني، مهم. ويستنتج ويفكر انه ممكن تصير عنده اصابه كلوي في سياق الامراض هي. تمام. هلا الايكو وظيفه، اجراء الايكو اجراء سهل، غير مكلف، غير مؤذي للمريض، متوفر حتى يعني. للحامل ممكن متوفر. مهم. بتشوف صغر بحجم الكلاوي عادة. تماما. عادة مهم. نسميه سوء بالكلى. تمايز، ترقق بالقشر. آه. القشر الكلوي واللب الكلي، القشر هي المنطقة الخارجية من الكلية اللي تترك، يعني هي معظم وظائف الكلية بتكون عن طريق المنطقة هي. هلا إذا في ترقق، يعني ترقق هي الحجم الطبيعي بحدود السماكة فينا نقول، أو القشر إذا سميناها بحدود السنتي للسنتي ونص. هلا إذا عندك نص سنتي معناته في إشكال عندنا. طبعا. بيبين عليكم الطبيب الممارس بيميز ما نعم. بين السليمة والغير سليمة. نعم. عندك الإيكو، عندك وظيفة الكرياتينين، أيضا. اضطراب الشاردي، البوتاسيوم العالي، نقص الصوديوم، الكلس النازل، الفوسفور العالي، احتباس سوائل عندك مثلا. احد وظائف الكلى مثل ما بنعرف هي طرح السوائل من الجسم. بتكون مفروض قياس الضغط، أيضا. يعني قياس اكيد ذكرته. اكيد. نعم. تمام. إذا ضمن هالإجراءات هاي كلها يعني تشخيصه منو صعب، منو صعب. هلا بالحاد مثلا فحص البول، في بفحص البول فيك تشوف كثير من العناصر المرضية. نعم. يعني تشخص لك المرض مرات بأكثر من 70% من الحالات. نعم. مريض عنده بروتين، تهريب بروتين، عنده جلوكوز، حتى ممكن تشوف بفحص البول اليرقان. مريض أيضاً. ولو يرقان مبين بيلوروبين بيبين معنا بالبول. يعني بتكشف السبب الكبدي. أكيد. الانتانات بدك تشوفهم، هي بتساعد كتير. الكثافة البولية، يعني أيضاً. هل في تنقرأ صفحة الفحص البول والراسب وكأنه فحص بول؟ لا، ما انه هيك. فحص البول إذا انقرأ بشكل جيد ممكن يوجهك للتشخيص بكتير من الحالات بنسبة 50 60 70%. حلو كتير. دكتور،
بعد التشخيص أكيد الطبيب يلجأ لموضوع العلاج. لو نحكي عن العلاج بمرحلة القصور المزمن، يا ترى شو بتتخذوا العلاج؟ هلا بالقصور المزمن طبعا بعد معرفة السبب يعني أهم شيء بيضل عنا علاج محافظ بنسميه. كيف يعني؟ شو العلاج المحافظ؟ يعني مريض عنا داء سكري، بدنا نضبط السكر عنده. ضبط السكر كتير مهم. أصلا هو اللي وصله لهالمرحلة هي. أكيد. لذلك ضبط السكر يعني كتير مهم عنده. مشان بالدرجة الأولى. وظيفتنا بتكون عند القصور المزمن صراحة منع الترقي، عدم الحاجة إلى جلسات الغسيل. نعم للأسف. أو القصور المزمن النهائي. بعد الفترات هي مفروض إذا ما فرض يغسل، إذا ما انتبهنا على المريض وما عالجناه علاج محافظ بشكل جيد، ممكن خلال سنة يحتاج للغسيل. لا، أنا بدي حاول مدد الفترة هي ل5 سنوات تمديد. حتى 5 سنوات في عندك ألف فرج ورحمة. أكيد طبعا. لا، بالعلاج تمام. مريض السكري ضبط السكر، مريض الضغط ضبط الضغط مع اعطاء الادويه المناسبه. يعني مريض الضغط مع السكري في ادويه خاصه فيه، مثلا كابتوبريل، فالزارتان، مع مراقبه الشوارد. نعم. المريض اللي عنده سكري في ادويه كتير حلوه، يمكن الفكره هي ما بعرف اول مره انه في ادويه بتسمى الكابتوبريل، فالزارتان، كل المرضى بيعرفوا اللي بيستعملوا. هي بتمنع ترقي وظيفه الكلى عند مرضى السكرين. المفروض كل مريض سكري ياخذ ولو جرعه صغير حتى اذا ما عنده ضغط. تماما. أول الأذية الكلوية في سياق السكري هي تهريب البروتين، الزلال بالبول. نعم. بإعطاء الدواءات نمنع الأذية هي، نمنع تهريب البروتين ونمنع الأذية الكلوية. شيء مهم كتير هذا بصراحة. وخصوصا إنه مرضى السكري هن أغلب المرضى حقيقة يعني. نعم. مرض في أدوية مع أدوية خاصة، أدوية إذا تبعناهم كتير منيح. مرضى الضغط، هلا مريض عم تعطي مريض ارتفاع توتر شرياني، أعطيته دواء ضغط شفت مثلا كرياتين عنده 2، بعد اسبوع 10 ايام نفترض انت اعطيه فالزارتان كمان مع مراقبه، بشرطها مع مراقبه صار عنده 4، ما صار الدبل. يعني بدك تخفه، ممكن هذا عامل له اشكال. هو السلاح يعني السلاح مثل ما بيقولوا ذو حدين. الادويه هي اللي ذكرتهم بدك تعطيه الدواء المناسب طبعا، مع مراعاه الاطراح الكلوي والكبدي اللي هي الادويه اللي بدك تعطيهم. يعني اذا تصفيته الكلوي يعني. طبعا مع الداء الحصوي مفروض تشيله. إذا عندك بحصة مع انتانات قدر الإمكان، مشان ما البحصة الموجودة مع انتانات بتعمل تندبات. تندبات شو يعني؟ صارت مثل الطاولة هي، فينا نقول. نعم. ما عاد لها وظيفة. الحمية ضرورية كتير. نبتعد عن الأدوية، نحاول نخفف من الحمل البروتيني، البروتينات بالأكل، يعني اللحمة والبقوليات والعدس هدول. يعني مريض مفروض نعطيه لحمة 50-60 جرام، إذا احتاج للديال ممكن نوصل معه لل100 جرام، 150 زود. نعم. البروتينات كمية خفيفة ناخذهم. قدر الإمكان نحاول نبتعد عن الملح، ملح الطعام فقط ضروري. عندك العصائر، الموز، في أكلات معينة اللي يكون فيها شعرة البوتاسيوم كتيرة، نحاول نبتعد عن الأطعمة هي، لأن البوتاسيوم له خطورة كبيرة على القلب، زيادته بالجسم، عدم طرحه عن طريق الكلية المعطوبة القاصرة. ارتفاع البوتاسيوم فوق 6.2 ممكن تعمل له مشاكل، توقف القلب تماما. لذلك الحمية ضرورية بعلاج القصور الكلوي المزمن. ضبط الضغط، ضبط السكر، هي الخطوط الرئيسية يعني. ابتعاد عن المسكنات، مضادات الالتهاب الغير الستروئيدية قدر الامكان طبعا. هلا ممكن تحتاج بس تعديل الجرعة بفترات قصيرة، توقفه اذا عمل. يعني بدك تكون حذر جدا حقيقة يعني. تماما. حابب رحب بمستمعينا ومشاهدينا اللي عم يسمعونا. انتوا هلا عم تسمعوا بير اف ام برنامج صحتك بالدنيا. ضيفي بالاستديو الدكتور ياسر احمد، اختصاصي بامراض الكليه.
حابب اوجه تحيه للدكتور مسعود احمد، اخصاصي بامراض الانف والاذن والحنجره. تحيه لك دكتور، طبعا سلامات للدكتور ايضا. موضوعنا عم نحكي عن قصور سلام الكليه عليك. المزمن. اكيد سلامنا بيصل لك وين ما كنت دكتور مسعود. مستمعينا للي حابب يطرح اي سؤال، سواء كان عبر البث المباشر بوير عربي او عبر الاتصال عبر الرقم الارضي 429 101 هو رقمنا. وصلنا لمرحلة العلاج وكيفية العلاج. دائما بنختم لقائنا، أي لقاء ما كان دكتور، بنصائح وقائية لمرضاكم، لمرضى موضوعنا اليوم اللي عم نحكي عنه، مرضى القصور الكلية أو مرضى الكلية، خلينا مشان ما يوصلوا لمراحل حادة، التهاب أو كلية حاد أو قصور كلية حاد أو قصور كلية مزمن. نصائح لمستمعينا ومشاهدينا دكتور. فينا نذكر الأسباب أكيد. ونقول المرض الفلاني مفروض كده يعني. نعم. مثلا عندك السكري، ضبط السكر ضروري جدا. الأدوية اللي ذكرتهم الفالزارتان ضروري بالوقاية هدول. طب ضمن العلاج والوقاية الفحص الدوري ضروري جدا لأرقام لوظيفة السكر الكلية يعني. طبعا أكيد. يعني إيكو وكرياتين تعمل تحري بروتين او بيلي البومينيه مجهري، ممكن كل المرضى بيعملوهم. أكيد. متوفر عندنا مثلا بالقامشلي، نعم. بس ليس مو كل المرضى بيعملوه. نعم. يعني بيكشف لك الأذية الكلوية في سياق السكري بمرحلة مبكرة جدا. نعم. اسمه تحري بيلي البومينيه مجهرية، مو فحص بول عادي. إذا في شيء بروتين ولو كمية قليلة بيكشف لنا إياها، ضروري كتير يعني. خصوصا أطباء الغدد والسكري باعتبار المريض عم يراجعون. بالضبط. أنا برأيي لو ينعمل لكل المرضى ولو مرة بالسنة، ولو مرة بالسنة. نعم. ضروري كتير. ليش؟ لأنه الكرياتين ما بتعبر عن وظيفة الكلية بشكل دقيق. نعم. الأدق هي تصفية الكرياتين، بس قلنا أنه الكرياتين بتنعمل مشان للسهولة. نعم. للسهولة. الفحص هذا دقيق كتير إذا عملناه صراحة. لمرضى نخدم معينين. نعم مرضى السكري عم بحكي، نخدم مرضانا كتير ولو حقيقة. بالسنة مرة يعني. نخدم مرضانا بشكل جيد. لأنه السيطرة على الأذية الكلوي بالمرحلة هي، الاعتلال الكلوي السكري بنسميه أو اعتلال الكلية في سياق الداء السكري، له عدة مراحل. آخر مرحلة هي المرحلة النهائية والنفروز. هدول يعني خلاص راحت، ما عاد استفدنا شيء. المرحلة اللي عم بحكي عنها إذا اكتشفنا بيلي ألبومينيا مجهرية، هي المرحلة الأولى فينا نسيطر على المرض بشكل جيد. نعم. إذا أعطينا الأدوية هي، رح يستفيد لذلك المريض عليه. أكيد أكيد نخف البيلي البروتينية. لأن البيلي البروتينية طرحه عن طريق الأنابيب الكلوية بالنهاية بيأذي الأنابيب وبيعمل تليفات. تليف شو معناته؟ تليف بالكلية يعني ما عم تشتغل بشكل جيد. فينا نوصل الفكرة. نعم. طبعا. الضغط، مريض مرضى الضغط، ضبط الضغط، أها. مراجعة الطبيب. يعني في مثلا مرضى بيجوا أنا ضغطي هو عمره 50 سنة، يعني في ثقافة أنه أنا 50 سنة رحت خلص. أنا بعتبره هذا شيء غلط حقيقة. يعني نعم. المريض ما زال بوعيه بأوج بحيويته عطائه حرام يعني. نعم. المفروض نظرة تتغير. يعني 50 سنة صغيرة نعتبره يعني. تمام. قمة العمر والنشاط مفروض تكون. أكيد. بيقول لي والله أنا ضغطي 16 مناسبة لعمري. من وين جايب الرقم؟ تماما. من وين قاري؟ غلط هذا. حابين هلا عم مريض ننبر وير يعني المستمعين تمام. يستفيدوا تمام. بصراحة. الضغط مفروض بيكون حدود 13. 50 سنة ما بيصير يقول لي انه ضغطي 15 والله هذا بسبب للعمر. حتى 60. هلا مرضى ال 85 ممكن تقبل عنه في تصلب نعم. سيدي. ال 15 حتى فكرة صغيرة. مريض سكري و15 بعمره 80 85. حتى حمية السكري يعني ما بنشدد عليه كتير. طبعا. مريض عمره 85 سنة يعني الأعمار بيد الله طبعا. أكيد. أكيد بس ما بنعذبه يعني بالحمية القاسية. بس مريض عنده شاب يعني بال40 بال30 بال50 يعني بدك تكون قاسي معه بالحمية مشانه. لا ضبط أكيد. الموضوع. ضبط الضغط مثل ما الضغط. قلت لك في أرقام محددة. مريض سكري مع ضغط مفروض ضغط مع بيلي بروتينين ضغط نعم. يكون 12 ونص 12. 13 غير مقبول لديه أبدا. 14 غير مقبول أبدا. ما في تهاون يعني نهائياً. أكيد ما في تهاون. يعني المفروض هيك يكون. هيك المنطق وهيك العلم بيقول. عندك الضاء الحصوي، حصيات أيضا. تمام. حصيات استسقاء لفترات منيحة. استسقاء يعني بحصة تفوت بمحل معين تعملنا توسع بالكلية. أكيد المرضى اللي يعني صادفتوا الحالة هي بيعرف شو التوسع يعني.
مو ورم، ليس ورم. أكيد. نحكي توسع أو تورم، بفكروا إنه ورم، ليس ورم. تورم، توسع البولي، ما الكلية أو عفوا الكلية ما بتفرز بشكل جيد البول، بيصير عندنا مثل بالون منفوخ الكلية. احتباس أو تمام. استسقاء. هي الاستسقاء كان منيح، درجة ثانية وثالثة يعني ممكن لفترات طويلة ممكن تأثر على الكلية وتعمل فينا تندبات، نحن بغنى عنها، ممكن أكيد. الكلية هي تفقد وظيفتها. لذلك مفروض نشيل العائق، سواء كان بحصة أو عائق خارجي. يعني ممكن الاستسقاء كلوي كمان هو بحصة، ممكن تكون شغلة تانية، شغلة خارج الكلية من الحوالب. ننتبه، الانتانات مفروض تتعالج بشكل جيد. يعني مريض عنده السكري، عنده التهاب حويضة وكلية، يعني عنده حرارة، مفروض العلاج ما يكون 3 أيام تماما. علاج، بدك تاخده 14 يوم كورس علاجي. الأدوية المناسبة مفروض تعمل له زرع بول أفضل، يكون التدبير سليم ومنطقي وعلمي. ايضا هذا الحكي ربما موجه للزملاء الاطباء الداخليه والغدد الصم. ايضا دكتور، كمان موضوع اللي من شوي كمان حكيتوا عنه، تناول الصادات العشوائيه، مضادات الالتهاب او مسكنات، ايضا هاي كمان حابين عبر يعني منبر بوير وعلى لسان الطبيب الدكتور ياسر احمد للمستمعين لحتى يستفيدوا. هلا موضوع تمام. الصادات الحيوية، هلا نحن مثلا عم نستخدم الصادات مشان الانتانات. نعم. انتانات البولي. هلا امرأة بسن النشاط التناسلي، عمرها 20 سنة، صبية، شوية حرقة بالبول، كم كرية بيضاء بالبول، عطيتها سيبترين، دواء خفيف جيل قديم ولكن فعال. نعم. فعال، وحتى يعني ماديا غير مكلف. ايضا ممكن 2-3 من العلاج بتخف الأعراض، خالصين نحن. مريضة حامل أجت، طبعا كل مريض حالته مثل مريض تاني. مريضة حامل أجت بالتهاب حويضة وكلية، أولا في شغلتين عنا. هل المريضة الحامل ما فيها تاخد أي صاد، وحسب مرحلة تلت الحمل يعني. طبعا اكيد. هلا ممكن المراحل النهاية تاخد ممكن صادات فيه شوية مجا. نعم. أما خصوصا 3 أشهر الأولى وهدول مراحل تكون الجنين، مفروض ننتبه. يعني أي دواء صراحة نعتبره غير آمن إذا إلا كنا مضطرين. يعني اكيد المفروض نعمل زرع بول. أول شيء بتحدد الجرثوم بشكل جيد، حلو، وتعطي الصادات التجريبية اللي تناسب الحامل، يعني ممكن للصادات، وننتظر نتيجة الزرع. نتيجة الزرع بعد 2-3 بتطلع، بنشوف الخيارات اللي تناسب الجرثوم واللي تناسب الحمل. نحن عنا يعني معيارين لقبول الصاد بالحامل. فترة العلاج بالتهاب الحويضة والكلية، اللي يعني مو انتان بولي بسيط، انتان مثاني. التهاب حويضة وكلية يعني فايت الجرثوم بالدم، عامل مشاكل بالدم، عامل حرارة، إقياءات، وهن، حالة عامة سيئة، مراجعة، هاي بنسمي التهاب حويضة وكلية. فترة العلاج لا تقل يعني 14 يوم، لا تقل أبدا. غير هيك بيعتبر ناقص، علاج ناقص أكيد. أكيد. بنهاية الحلقة حابب أشكر الدكتور ياسر أحمد، اختصاصي بأمراض الكلية، على هالمعلومات القيمة والاستضافة الحلوة والجميلة. هلا تسلم. بتشكرك، بتشكر كل المستمعين، شكرا لك. بتشكر صديقي دكتور مسعود. شكرا له، أكيد بنوجه له تحية خاصة للدكتور مسعود. مستمعينا ومتابعينا، هيك وصلنا لنهاية حلقتنا من برنامج صحتك بالدنيا. بشكر زميلتيني دارين ولورين. كنت معكم أنا من وراء الميكروفون عماد خلف، كان ضيفي بالاستوديو. طبعا مشكور كتير الدكتور ياسر أحمد، اختصاصي بأمراض الكلية. للأسبوع القادم حلقة جديدة وضيف جديد، تضلوا بخير وسلامة. هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان بكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية وأطفال. قامشلو، طريق الحسكة.